وبعدين دي بقى بالرافاييلو اللي هي الشوكولاته البيضاء وجوز الهند هنسميها المترفرفه، ودي بقى اللي باللوتس هنسميها المتلوثه. متلوثه هي حصلت فيها تلوث. انا بقى هوريكي بقى المشبشبه. ماما جاتك مو. جاتني موم. طب بقول لك يا ماما انا كنت نازله. نزلت لك اللوز يا اختي. نزلت لي اللوز؟ انا شلت اللوز بالذات عشان تبطلي تدعي عليا الدعوه دي. طب انا رايحه مشوار اجيب شويه حاجات. راح ريح ينفخك. الريح ينفخني؟ الريح هينفخني ليه؟ مخلفه بالونه هيليوم؟ بقول لك يا ماما انا اتخنقت من خناقه كل عيد ان احنا نقعد نتكلم في العيد الكحك الجاهز والكحك. انا مش عامله كحك السنه دي، انا اتفحت السنه دي في رمضان في المطبخ ما بين طبخ ومواعين، وبعد كده مرمطتني في الشقه زعفت بيا الحيطان. انا مش هعمل كحك في البيت ماشي؟ جبتلك ده. لا. طب ده؟ لا برضه. ولا ده؟ ولا ده كمان. طب وبعدين طيب؟ ربنا ما يحوجني ليكوا. اه انا فيا صحه هعمل في البيت. ايوه كل سنه هعمل في البيت لحن كحك بيتي. كحك وبسكوت وبوتيفور أيوة. وغريبه. ماما انا خلصت اجراءات ابراء الذمه. انا مش بنتك، انا اتبريت منك. انا ما كنتش اعرف ان انا عايزه كل الحاجات دي. طب ما نجيب جاهز، نجيب جاهز. هنحط مقدار نص كيلو سمنه على زبده عشان ست الحبايب تكون راضيه عني يما. ان شاء الله. ان شاء الله ست الحبايب يا حنان ان انت. هنحط مقدار النص كيلو سمنه ده على كل كيلو دقيق، وبعدين نحط نص كيلو سكر. بودره ولا عادي يما؟ بودره يا حبيبتي. بودره ان شاء الله. قالت لي يا حبيبتي تبقى راضيه عني، عشان لازم نعمل المقدار بالجرام، عشان لو ممكن السكر لو طلع مش مظبوط هتسففني كيلو البسكوت. وكده خلصنا السكر في الزبده بتاع وريحه الزبده الفلاحي. هو فاضل ايه تاني؟ بس البيض يا روح. بيض وزبده وسكر. انا جمالي ومال الكلام ده عظيم. ايه رايح فين؟ كده دي رايحه فين؟ هاخد لحظه. لحظه ايه؟ مش هيحصل. بقول لك انا انمك مع عجله هنا مقدراني اعمل كحك وبسكوت وانتوا عمالين تخرجوا وتتفسحوا الا ما خدت منها 2 جنيه حتى. عايزه ايه طيب؟ انا مش عايزه حاجه، بس ما حدش ياخد حاجه من العجين. خد ايه؟ خد دي اديني لحظه. 50 جنيه؟ ماشي. لحظه بقى. لا ده انت مديني 50 بحيث كده خد معلقه كبيره. خد يابا. خد حبيبتي. الف هنا. اختي حبيبتي. ماما محمود خد معلقه من العجين. يا ولاد ما تلبسوش العجين يا ولاد، هتقلوا بركته. هتقول له بركته. هنقول له بركته. طب امسكي المعلقه. مش عايز حاجه. دي مش عايز حاجه. مش هديك ال 50 جنيه. ماما انا خلصت لوحة فان جوخ اللي هي للسراب، خلصتها الحمد لله. ضربتي بما يرضي الله. والله العظيم بما يرضي الله ودراعتي وجعتني. فيعني اتمنى ان احنا ما نعملش حاجه تانية. لسه في حاجات تانية الدقيق والبيكنج باودر على البسكوت. امال يعني انا هعمل حاجه تانية غير البسكوت؟ ربنا يسهل. لا اعرف من قبلها. لسه البوتيفور والغريبه. التفور والغريبه والكحك والبسكوت. ماما بلاش قرصه. بلاش قرصه. لو جاي على روحك ليه؟ ما نعمل القرص. وبلاش منين؟ تجيبيه منين؟ لازم ننقش نقشه بالمدوره ونقشه بالمطوله. ولا لازم. لا. ماما انا مش خريجه فنون جميله. انا النقش الوحيد اللي اعرف انقشه هو نقش الفراخ. ماشي؟ كنا جبنا البصامه كنا كورنا ونفضل ندوس بالبصامه اللي هو شغل العيال الكتعه دي. ممكن نجيب بصامه؟ لازم المنقاش. ما بحبش التقليع الجديده دي. هي التقليع والتلابيس اللي بقى دي عامله بوظان في العلاقه بينا. انا خلصت كحك مش عامله حاجه تاني. ماشي؟ احسن برضه. احسن برضه. طب بصي يا ماما انا عندي اقتراح. ما تسيبيني روحك وانا هتصرف في الكحك ده. يعني هبهرك. انا شفت فيديو ناس بيحطوا في قلب الكحك فلوس واللي لاقي بقى الفلوس يبقى هو محظوظ. فانا جبت نص جنيه معدن هنحطه لهم جوه في الكحكايه عشان بعد كده اللي ياكل من الكحك بتاعي يتطرم. فنبطل بقى نعمل كحك في البيت ونجيب جاهز. انا بقى ايه؟ انا زهقت. مش هم عايزين نعمل كحك؟ انا هعمل لهم الكحك الغير تقليدي الجديد كله. هنعمل لهم كحك بقى باللوتس وكحك بالرافاييلو وكحك بالنوتيلا. فايه احنا نبدا من ابو لوتس. ماما انا خلصت الكحك كله. عيب عليكي مشرفاكي بره. الف
الف بركه. الله يبارك فيكم. وبعدين بقى عملت لك بقى شويه افتكاسات لن تجديها لدى العبد او اتوال. الجديد كله عندي دي بكحك بالشوكولاته، هسميه اللي هو اللي بالنوتيلا، هنسميه منتلله. منتلة ايه ياما؟ المنتلله مش عدللت عن النوتيلا، مش في المدلعه والمتشخلعه، انا عندي المتنتلله. وبعدين دي بقى بالرافاييلو اللي هي الشوكولاته البيضاء وجوز الهند، هنسميها المترفرفه، تاكليها وتطيري كده ترفرف. ودي بقى اللي باللوتس هنسميها المتلوثه. متلوثه؟ هي حصلت فيها تلوث؟ لا ياما مش امراض، مش بالثاء، متلوثه بالسين. انا بقى هوريكي بقى المشبشبه. انت اللي هتنصفيني وتاكلي الكحك بالنوتيلا صح؟ ما بقول لهم حلو.